أهلا وسهلا فيكم بوصفة جديدة من قناتنا. معكم هبة طه من قناة أكلات ولا أطيب. رح نعمل مع بعض اليوم وصفة رز مبهر مع دجاج بتتبيلة كتير مميزة. طبعا في كتير طرق للرز المبهر، هاي من إحدى الطرق الكتير طيبة. خلينا نشوف مع بعض طريقة التحضير. أول شي أنا عندي 2 كيلو من أفخاذ الدجاج. طبعا فيكن تجيبوا الكمية اللي انتو بتحبوها والنوع الدجاج اللي انتو بتحبوه. انا جبت الافخاذ. راح نجهز لتتبيلة الدجاج. عندي كوب لبن زبادي. بالنسبة للبهارات حطيت 7 بهارات، معلقتين صغار 7 بهارات، ومعلقتين صغار كزبرة ناشفة، تقريبا ربع معلقة هيل مطحون، ملعقتين صغار بابريكا، فنجان خل، وفنجان زيت. طبعا فيكن تحطوا البهارات اللي انتوا بتحبوها وتستغنوا عن اي نوع بهارات انتوا ما بتحبوه. معلقة كبيرة توم مهروس، ومعلقتين كبار صويا صوص، وثلاث ملاعق كبار دبس رمان. طبعا زي ما قلت لكم اي شيء انتوا ما بتحبوا تضيفوه فيكم ما تضيفوه، بس هاي التتبيلة كتير مميزة. ملح. وبنحرك كل المكونات كتير منيح مع بعض لحتى تنخلط وتتجانس عنا منيح. وبنضيف على التتبيلة قطع الدجاج. بنحاول ندخل التتبيلة على قطع الدجاج كتير منيح تحت الجلد، لحتى تعطينا طعمة كتير طيبة. فينا نستعمل الدجاج على طول، نحطه بالصينية ونحطه بالفرن، والأفضل إنه نخليه منقوع أقل شي ساعة لحتى يعطينا طعمة أطيب. كل ما نقعنا الدجاج أكتر بتتبيلته كل ما بيعطي طعمة أطيب. بحاول بتأكد إنه التتبيلة وصلت لكل قطع الدجاج بهالطريقة، وخليتها ترتاح ساعة. بعد ساعة رح أحط الدجاج بصينية الفرن، وبحط عليه باقي التتبيلة اللي بقيت معي تعطينا صوص كتير طيب. وبنغطي الصينية بورق الخبز بهالطريقة، وبعدين بنغلفها بورق القصدير، وبنحطها بالفرن على أعلى درجة حرارة. تقريبا بياخد معنا ساعة. بهالأثناء بنجهز للأرز. عندي طنجرة بحطها على الغاز. رح أخلط سمن نباتي مع زيت نباتي. طبعا فينا نختار النوع اللي احنا بنحبه أو نكتفي بصنف واحد، هالشي برجع لكم. بنستنى السمن لحتى يدوب، وبعدين بضيف عليه بصل وزنجبيل مقطع، وكمان جهزت فلفل حر وتوم مهروس. طبعا إذا ما بتحبوا الحار فيكن تستغنوا عن الحر الأخضر. بقلب البصل مع الزنجبيل لحتى يدبل عندي البصل. بعد ما يدبل عندي البصل بنضيف الثوم والفلفل الحار،
ومنقلب لحتى تطلع عندي ريحة الثوم. هلأ رح نضيف بالنسبة للبهارات اللي استعملتها، طبعا فيكن تغيروا او تشيلوا النوع اللي ما بتحبوه. استعملت كاري، معلقتين صغار كاري، معلقة جرام مسالة، ونص معلقة صغيرة كركم أو عقدة صفرة. بالنسبة للبهارات الصحيحة عودين قرفة وورق غار وشوية قرنفل وملح. وإذا بتحبوا تضيفوا ضفت أنا مكعب مرق دجاج، طبعا فيكم تستغنوا عنه. رح أقلب البهارات لحتى تطلع ريحتها تعطيني طعمة مميزة. بعدين بضيف الأرز، طبعا غسلته ونقعته. أنا استعملت الرز البسمتي، كمان فيكم تستعملوا أي نوع رز أنتوا بتحبوه. بقلب الرز مع البصل والبهارات. لحتى ياخد نكهة البهارات كلها. بعدين بضيف المي، طبعا المي حسب كمية الرز، لكل كوب رز بنضيف كوب ونص مي. حركتهم منيح. أول شي بخلي الغاز على العالي. أول ما تغلي عندي المي بنغطي الطنجرة وبنخليها على الواطي. طبعا أنا زدت ملح، دقتها وحسيت إنه الملح شوي خفيف. بهالأثناء عندي جهزت صينية الدجاج، هيك طلع شكلها. حطيتها شوي، رجعت حمرتها من فوق بعد ما شلنا القصدير. وهاي الشكل النهائي. والرز جهز عندي. حطيت الرز بالأول بصحن التقديم، بعدين بضيف عليه قطع الدجاج. طبعا فيكن تزينوه باللي انتو بتحبوه، مكسرات او خضار. انا اكتفيت بالدجاج. وهاي وصفتنا لليوم. تتبيلة الدجاج كتير طيبة، وكمان الرز المبهر طريقته كتير طيبة. بتمنى انه الوصفة تكون عجبتكن. اذا عجبتكن الوصفة ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد من قناتنا.